يقول المدرب أنه مستاء جدا من النتيجة. أنا قنوع بساعة من الكرة المنضبطة. كنا منظمين في الشوط الأول. أعتقد أن لدينا ضربة جزاء علينا نشاهد التلفزيون من أجل معرفة إن كانت صحيحة أم لا. السوادي الحارس كان متألق، أنقذ فرصتين، وعندنا خالد وكوميل يعني عملوا فرصتين وكانوا جيدين لولا إنقاذ الحارس الكويتي. والهدف الضاع اللي هو كان بالحظ محمد فؤاد، الضربة اللي في العارض. في الشوط الأول كان واقعي، نتيجة 0-0. كانت النتيجة بتكون أكثر منطقية لو فزنا 1-0 بالهدف بالكرة اللي في العارض. أما الشوط الثاني اللاعبين تعبوا. أنا متفاجئ من الهدفين اللي علينا من المنتخب الكويتي، خصوصا الهدف الأول كان سهل جدا وكنا نقدر يعني نمنعه. هناك تغييرات قمت بها أنا من أجل تدارك النتيجة ومن أجل التعادل ومن أجل الفوز بهدفين مقابل هدف. ضغطنا أكثر، تملكنا الكرة من أجل 1-1، لم نتمكن من تسجيل. وأيضا سعينا إلى سعينا إلى التعادل أولا وقلب النتيجة، لكن لم نتمكن أيضا. سأقول لكم أنني أتمنى للكويت التوفيق، لكني أكره الخسارة ولذلك مزاجي سيء. نفتح الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في المؤتمر الصحفي قبل المباراة يوم أمس وعد سي توم على أنه بيعيد تسجيل التاريخ في البحرين، وأنه سوف يفوز 1-0 أو 0-0. لكن تقريبا هذه كانت كلها أحلام، كمن يريد أن يجيب لبن العصفور. في الشوط الأول منتخب اليمني كان كويس جدا. ترى ما عندنا وقت. في الشوط الثاني المنتخب ضاع. نعم. عدم ترابط خطوط المنتخب، اللياقة معدومة، ولم يستقر على التشكيلة. فماذا كان يعمل؟ Both. He's saying, what were you doing with the team? You came yesterday and you said that the team will draw 0-0 and the best result will be 1-0. Today we see our loss of 2-0. He's saying the team didn't play well, the team wasn't good. You're saying the opposite of what we saw on the pitch. He's saying, what are your reaction to that? Oh, no reaction. It's your opinion and you are free to have an opinion. Very good. يقول ان هاي كانت وجهة نظرك وش اسمه وانت تحدد فيها اذا انت كنت على صواب او لا. بس اخوان ترى عندنا المدرب الكويتي الوقت ما خلص. خلاص. We will thank coach Tom Saintfiet for being with us. The time for the live okay. show. No problem. Okay, ونشكره بس. الوقت عندي. We thank you for being with us. It was not really a question of the